اللي يضيع يقبل، والله العظيم اللي يضيع يقبل. اليوم برشلونة ما يستحق الخسارة نهائيا، يدق على اتلتيكو مدريد شوطين. تخيل اتلتيكو مدريد احنا مسيطرين عليهم الاستحواذ 70%، شوطين 70%، فرص ضيعنا بالجملة. اللي يضيع يخسر، اللي يضيع يقبل، والله العظيم ماكو هيك شيء. شنو هذا ليفاندوسكي اليوم؟ يعني معقوله هذا ليفاندوسكي اللي لعب مباراه الكلاسيكو ويا ريال مدريد، اللي هداف الدوري، اللي مسجل له 21 هدف بهذا الموسم لحد الان، نخسر ويا اتلتيكو مدريد؟ والله العظيم ما موجودين اتلتيكو مدريد بالمباراه. اتلتيكو مدريد او فرص اتلتيكو مدريد فرصتين اللي سجلوا من عندها اهداف. اليوم اتلتيكو مدريد مستحيل موجود بالمباراه. شوطين برشلونه يدق على اتلتيكو مدريد، اخر شيء يسجلون علينا هدف بالدقائق الاخيره. يا ساتر، انا اول ما اجت الهجمه بالدقيقه الاخيره اتذكر السيناريو اتلتيكو مدريد ويا باريسان من جيرمان بدوري الابطال، ونفس النتيجه. هم كان باريس يدق على اتلتيكو مدريد، سجلوا التعادل ورجعوا دفاع، وبالدقيقه الاخيره رجعوا سجلوا على باريسان جيرمان. نفس السيناريو. والله العظيم يعني مو لان اشجع برشلونه ولا احب برشلونه، لكن اليوم برشلونه ما يستحق الخساره، هو ما يستحق التعادل. التعادل ما نستحق اليوم. المفروض اليوم فايزين 4-3، نخسر ويا اتلتيكو مدريد. يا ساتر يا ساتر، ماكو هيك. شنو رايكم بالمباراه؟ بربكم هسه انت كمدريدي، انطينا رايك. برشلونه اليوم يستحق يخسر، يستحق يتعادل؟ ولكم انا بالتعادل ما راضي، والله العظيم بالتعادل ما كنت قابل. نخسر ويا اتلتيكو مدريد، والله هسه لو لاعبين لو محاولين اقول والله يستحقون، ما لعبوا اليوم. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا ليفاندوسكي اللي ضيعنا وخسرنا اليوم ويا اتلتيكو مدريد. ما اعرف والله العظيم، مع الاسف فوز بالمتناول، خسرنا بظلم والله العظيم خسرنا. ركله جزاء بالشوط الاول ما حسبها الحكم، شوفها هاي ركله جزاء دقت بايد اللاعب ما حسبها الحكم. الى متى نشتكي من التحكيم بالدوري الاسباني؟ ما يردون برشلونه يتصدر الدوري، نقطه راس سطر، يردون ريال مدريد يتصدر الدوري. بس الحمد لله والشكر اتلتيكو مدريد هسه راح يتصدر الدوري. هسه اتلتيكو مدريد بالصداره، وحتى لو يفوز ريال مدريد باكر هم يتصدر الدوري. شنو رايكم بالمباراه؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. حسبي الله ونعم الوكيل.